بص بقى، لازم تبقى عارف ولازم تبقى عارفة إن فترة الخطوبة تختلف تماما عن العلاقة العاطفية، والفرق ما بينهم إن العلاقة العاطفية بينك وبينها، بينك وبينه، أما فترة الخطوبة بينك وبينها، بينك وبينه، وعيلتك وعيلته. يعني الأمر أصبح رسمي. وفي فترة الخطوبة اوعى تقع في 4 أخطاء، 4 غلطات أنا شايفهم فادحة جدا، ممكن تبوظ كل حاجة بإيدك. لو يهمك تعرفهم حضر مشروبك ويلا بينا. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه. أول غلطة هي الثقة العمياء. لازم تبقى عارف ولازم تبقى عارفة إنك مجرد بقيت خاطب أو بقيتي مخطوبة ده مش معناه إن تفضح كل أسرارك، مش معناه إنها خطيبتك تديلها صلاحيات عمرها ما كانت تحلم بيها. بلاش الثقة بشكل أعمى، ما ينفعش تبعت لها صور غير جيدة، ما ينفعش تديلها أرقام حساباتك إذا كانت على التواصل الاجتماعي أو حساباتك البنكية. ببساطة مفيش حاجة هتضمن نيتها ولا هتضمن إن الخطوبة دي هتكمل. أنت النهاردة خاطب بس ما تعرفش بكرة في إيه، ومهما كنت قريب من الشخص ده ومهما كانت العلاقة قوية لازم تفهم إن في حدود وما ينفعش تعديها أبدا. ولو عديت حدودك أول حاجة ممكن تضرك أو يتم استغلالها ضدك. الغلطة التانية هي الاتصال الدايم، وطبعا الغلطة دي مش الرجالة بس اللي بيرتكبوها، الأغلبية من البنات والستات. وطبعا التواصل اليومي مهم جدا، بس يكون إن التواصل يومي مش معناه إنك تتصل عليه كل ساعة أو كل دقيقة. أغلب الناس للأسف بتعتقد إن كل ما علاقتك اتطورت بشخص وكل ما المساحة الشخصية اللي المفروض تسيبها له بتقل، وده أكبر غلطة. لازم تعرف إنك ما ينفعش تفضل معاه 24 ساعة، ما ينفعش تكلمه طول الوقت، ما ينفعش تعرف هو بيعمل إيه كل دقيقة، لأنك كده بتغلط غلطة كبيرة جدا. لازم تعرف كل ما علاقتك بقت قوية كل ما لازم تسيب له مساحة أكبر. لازم يحس إن عنده حياة، عنده حرية يتصرف زي ما هو عايز من غير ما يحس إنك بتضغط عليه أو إنه مجبر يبلغك بكل حركة تعملها. فكرة المساحة ما تضيعهاش منك، خليها ببالك، لأن لو بدأت تسحب منه مساحته هيبدأ يحس إنك عايز تسيطر عليه أو إنك عايز تمتلكه. الغلطة الثالثة هو الخجل. اللي لازم تعرفه إن فترة الخطوبة من أهم الفترات اللي لازم تضحي فيها بالخجل تماما، علشان في سببين. أول سبب الخجل هيمنعك تعبر عن مشاعرك، إذا كانت مشاعر كويسة أو مشاعر مضايقاك. يعني هتلاقي نفسك بتسكت على حاجات مضايقاك، بتعدي حاجات مش عاجباك، بتسامح في حاجات المفروض ما تسامحش فيها، وفي نفس الوقت بتتكسف تقول بتحب ايه وايه اللي نفسك فيه، والطرف التاني مش عارف يعمل ايه علشانك. السبب التاني الخجل ممكن يخليك تستنى ان الطرف التاني هو اللي يبدأ دايما، كأنك ناسي ان الشخص ده مجرد اتعرفت عليه ده خطيبك او خطيبتك، يعني رسمي، يعني المفروض انك بتتعرف عليه بجد، مش مجرد قاعدة فيها كسوف وسكوت او مجاملات. الخطوبة مش وقت للخجل، الخطوبة وقت للصراحة، علشان تفهم اللي قدامك بوضوح وتديله فرصة يفهمك كمان. النسيبة الأكبر لو انتوا الاتنين خجولين، ساعتها العلاقة دي مش هتتحرك ولا هتتطور، مفيش تبديل مشاعر، مفيش كلام واضح، مفيش معرفة حقيقية، كل واحد ساكت ومش عارف حاجة عن التاني. هتلاقي نفسك في الآخر بتسأل هو الشخص ده فعلا مناسب ليا؟ طب هو بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ بيفكر ازاي؟ وهي كمان بتسأل نفس الأسئلة، وفي الآخر مفيش إجابة. الغلطة الرابعة والأخيرة هي الرسميات. يعني هتلاقي نفسك مع خطيبتك أو خطيبك وأكتر حاجة بتتكلم فيها عامل إيه؟ عامل إيه في شغلك؟ أخبار العيلة إيه؟ عملت إيه النهاردة؟ وخلاص، وكأنك بتتكلم مع واحد صاحبك مش مع شريكة الحياة. المشكلة في الرسميات إنها بتخلي الشخص التاني
واقف في مكانه، ومش بس كده بتدخل العلاقة في مرحلة الملل القاتل. لازم تتعامل مع الشخص ده بطبيعتك، ما تبقاش حريص دايما على كل كلمة وكل تصرف، ما تعيش في حالة خوف انك تخسره، لانك لو فضلت خايف انك تخسره هتدخل في فخ انك لازم تبان مثالي على طول. وهنا المصيبة، كل تصرف هتفكر فيه مليون مرة، وكل كلمة هتراجعها قبل ما تقولها، وكل حاجة هتكون رسمي لحد ما الشخص اللي قدامك يحس انك مش طبيعي او مش على حقيقتك. لكن الصح بقى تتعامل معاه بوضوح وبشخصيتك الحقيقية، وتفتح ليه مساحة انه يعرفك ويشوفك ويفهمك زي ما انت. ده الهدف الحقيقي من فترة الخطوبة، كل واحد يشوف التاني على حقيقته بمميزاته وبعيوبه وبطريقته وبأسلوبه. ساعتها بس هتعرفوا إذا كنتم فعلا مناسبين لبعض ولا لأ. وإذا كنت أول مرة تشوفني، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.